وعلى اللي كيدوي على القرايه كيصيد قلوبه في الموفا بنت الحرام. صاحب عليه مع ولد فتيحه. لا تقولي لي قد كيتصاحبوا؟ ها اش بدك تصاحبي ومعاه مع ولد فتيحه مصوت كي الكباله. من المواهب الصاعده اللي بانت بقوه في رمضان 2025 وسرقت الاضواء باداء قوي وكاريزما خاصه هي تسنيم. تفرجوا في الحلقه ديال اليوم تعجبكم بزاف وتعرفوا بزاف د الحوايج عليا. كراش ديالي وها الخير داكشي سني الطوب الله يخليك ليا. تسنيم دابا ماشي غير ممثله، هي نموذج لبنت مغربيه طموحه كتنجح بلا تصنع وبلا اثاره الجدل، وهذا الشيء اللي خلاها تكسب حب الناس وتجذب ملايين المتابعين. لا ما نقدرش نتلاقى معاك، راه وليدي صعاب وتا ولاد الدرب غير كيدوروا. كاين اللي كيحلم يحقق النجاح في سن صغير ولكن قليل اللي كيقدر يوصل. واليوم غادي نهضروا على وحده من هادو القلال. تسنيم هي البنت اللي قلبات موازين النجاح في المغرب. معنا فنانة ممثلة قدرت تفرض وجودها في الساحة الفنية بفضل موهبتها رغم سنها الصغير. إلا قلت لكم شيماء في جرح قديم أكيد غادي تعرفوها، الممثلة الجميلة تسنيم شحام. هي بدات من والو، غير بنت عادية كتبغي تعبر كتضحك، ولكن اليوم ولات معروفة. كنت صاحبة ماما كتجيب بنتها وما كنت كنلعب مع بنتها وكنت كنلعب مع المخاد. كنبقى نمثل انا راه مخبيه هذيك صاحبتي جبت كارتي وكنقول لها ماما باي باي انا غنمشي لايغابور كتسني صاحبتي. وشافتني وقالت لي هذه غطلع شي ممثله. قالت لماما داتني دوز كاستينغ. اول مره بانت في التلفزيون كانت في اشهار ديال رايبي، ما عرفتش واش عقلتو عليه ولا لا. المهم هو هذا اللي كتشوفو دابا. كانت عفويه ولكن عندها بزاف ديال الذكاء والكاريزما. الناس شافوا فيها شي حاجه جديده مختلفه. هي عفويه ولكن قصيحه، صغيره ولكن مؤثره. اول اشهار غادي نديرو تشهرت بيه بزاف. كنت في الزنقه كيبقاو يعيطوا لي برايبي. كتقول ان والديها كيعاونوها بزاف، ولكن الصدمه ديال حياتها انها لقات مشكل كبير مع المدرسه ديالها التعليم العمومي، واضطرات انها تمشي للكريفي باش تقدر تصور باريحيه. وكرهوني في الدومين فريمون واحد العام. الحمد لله مني خرجت مزيانه انا بلا ما تفرقعت بالاعصاب. كنت كنصور واحد لا سيري امريكانيه ان شاء الله قريبه تلاح. و المدرسه كانت ما عرفتش اين سمعوني انا ممثله الوغ كنت باقا ما قلتهاش لهم يديروا معايا بحال هكا. وكنت كنصور وكان انت عارف الكور فهمتي 5 الصباح خاصك تكون تورناج ستريكت فهمتي صافي سينتي معاهم كونطرا خاصك تكون. وماما مسكينه الله يخليها ليا مشات جابت لي ورقه من النيابه باللي انني راه زعما عندي تصوير وحطيناها في المدرسه وما بغاوش يتفهموا هادشي. حتى انا فاش كنمشي نقرا خاص ضروري ندي معايا ماما واخا انا حاطه لهم ورقه انني راه الا غيبت راه ماشي كنغيب باش نغيب كنغيب حيت عندي سبب. كانت واحد الاستاذه شويه غتنوض تشوفني شي نهار هذه الحاجه علاش حيت كنمثل. تسنيم اليوم ماشي غير مشهوره، هي نموذج كتعطي امل للاطفال وكتوري الكبار بان الذكاء ما عندوش سن. قصه تسنيم الشحام ماشي غير قصه بنت صغيره موهوبه، هذه قصه وحده منا كتقول لينا حلم امن وخدم وغادي توصل واخا تكون صغير. ثق في راسك وخدم على راسك وتقاتل على راسك وما تستسلمش الى المره الاولى جربتي وما صدقاتش. راه باقي بزاف ديال المحاولات وباقي زعما الله عطانا بزاف ديال الفرص. دونك ما عنديش مع الاستسلام من الدقه الاولى. دائما تعودنا ان بطل مسلسل او فيلم كيكون شي واحد كبير. اول مسلسل مغربي كيبدل التوجه كيعطينا بطله صغيره ولكن كتوصل رسائل كبيره بزاف. صافي باش غادي نتلاقى معاك راه غادي نقولها لك بصح تاخذ لي الزكاه الله يخليك ليا. هي اللي كوتش مسلسل دابا مزيان. هاد الشخصيه لعباتها وهي مازال في الكوليج عندها جوست 10 سنين. انت يا قوت انا شويه. هي شيماء بنت حوريه في مسلسل جرح قديم، وبهاد الشخصيه فرضات راسها في رمضان 2025 30 حلقه مع ممثلين كبار. ماشي سهله بالنسبه للعمر ديالها والفرايات ديالها. شنو هذا بالسلامه؟ تليفون
بصح ما كانش كيسحبني تليفون ديال بنات. التليفون منين جاك؟ خليته عندي صاحبتي. تليفون مليون وزياده وعطاتو لك صاحبتك، علاش عطاتو لك؟ هانت انا نقول لك الصراحه، بابا شرا لها تليفون جديد وانا عطاتني هذا. حاجه عطاتو لك بنتي؟ علاش بنتي عطاتو لك؟ باش نحفظ. ما كدوزي عليا بنتي نهضر معاها. واش غديري ليا؟ قلت لك دوزي عليا. هاد المرة خرجت من الدور ديال بنيت الصغيرة وداتنا شي حاجة جديدة واقعية، وصلت لنا العواقب ديال أصدقاء السوء وإدمان الهواتف وإدمان السوشيال ميديا. هو ميساج حتى الوالدين باش يتقربوا من ولادهم أكثر ويراقبوا التصرفات ديالهم، ولكن بذكاء، حيت ما خاصهمش يحسوا بالحرمان ويبداو يقلبوا على داكشي اللي ناقصهم في البلاصة الغلط ومع الناس الغلط. صباح الخير. صباح الخير. انا مقلق عليك حيت لك التليفون وما بديتش تطلعي معايا للطوموبيل. لا ماشي هكاك، غير خفت يشوفني شي واحد ويتجبد لي الصداع. لا جيتيني خايفه مني. لا والله غير هي الطوموبيل ما نقدرش نطلع معاك فيها. غنبدا نجي عندك فين ما كنتي، عز لي البلاصه اللي بغيتي، نجي نعرض عليك تروي باناشي. صافي انا نقول لك فوقاش نقدر نسلت من الدار. صافي قطع شي واحد جاي. اليوم تسنيم كتكتب القصة ديالها بطريقتها، والقصة ديالها مازال في البداية. أنا وحدة من لي فان ديالها كتعجبني بزاف ما شاء الله. وانتوما كيفاش كتجيكم؟ كراش ديالي صباح الخير. داكشي سني الطوب، الله يخليك ليا. أنا؟ الحمد لله. طابت عليك؟ لا. يلا صافي باي باي.